مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سي سبورت. سنعرض لكم في هذا الفيديو تعليق مسعود أوزيل عن الانتقادات الموجهة إلى كريستيانو رونالدو من خلال منشور نشره على حسابه على الانستغرام. وأيضا ستشاهدون ماذا قال رياض محرز عن تألق المنتخب المغربي في كأس العالم. ولكن قبل البداية نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم. فخلال منشور نشره على حسابه على الانستغرام دافع مسعود أوزيل عن زميله السابق كريستيانو رونالدو، وقال أوزيل: لا أفهم حقا من أين تأتي هذه السلبيات المستمرة من الصحافة حول رونالدو. وقال أيضا: تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على أشياء سيئة عنه، والنقاد الذين ليس لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه باسمه الكبير والمحاولة ليجعلوه يبدو سيئا. وقال أوزيل: يبلغ رونالدو من العمر 38 عاما تقريبا، فما هي المفاجأة؟ أنه لم يعد يسجل 50 هدفا في الموسم بعد الآن. يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدا برؤيته يلعب كرة القدم لمدة 20 عام. وأضاف أيضا أوزيل في حديثه: لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيتمكن من مطابقة أرقامه مرة أخرى، سيكون إلى الأبد في مكانته الخاصة. واختتم أوزيل حديثه قائلا: يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من أعظم الرياضيين في عالم كرة القدم. علق النجم الجزائري رياض محرز على تألق المنتخب المغربي في كأس العالم، وقال محرز: من الجيد بالطبع أن نرى المنتخب المغربي يؤدي أداء جيد في أقوى المراحل في كأس العالم، وهو أول فريق عربي يفعل ذلك. إنهم يحاولون أن يصبحوا أول فريق أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. أنا فخور وسعيد حقا بما حققوه. وقال محرز أيضا: المنتخب المغربي يقدم أداء عظيم، لقد هزموا منتخبات قوية أفريقيا والعرب فخورين بهم، وأتمنى أن يستمروا بتحقيق الإنجازات. وقال محرز أنه سيشجع المنتخب المغربي في ربع النهائي رغم أنه لديه العديد من الأصدقاء في المنتخب البرتغالي. وقال محرز أنه سيكون داعما للمنتخب المغربي في هذه المباراة من أجل تحقيق إنجاز كبير للكرة العربية والأفريقية. وإلى هنا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذا الفيديو. قبل الختام نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم.